كله مستني جي تي اي 6، وهل تستحق كل الضجة دي؟ لو سألت أي جيمر في العالم دلوقتي ايه أكتر لعبة مستنيها، في الغالب هيرد عليك من غير ما يفكر، هيقولك جي تي اي في اي. لكن السؤال الحقيقي هنا، ايه اللي مخلي ملايين الناس مستنيين اللعبة دي لسنين طويلة؟ ليه مجرد إعلان أو صورة أو حتى إشاعة عن جي تي اي في اي بتكسر الإنترنت؟ وليه ناس كتير شايفة إنها تكون أكبر إصدار في تاريخ الألعاب؟ تعالوا نعرف. أول سبب هو تاريخ السلسلة نفسها. سلسلة جي تي ايه مش مجرد ألعاب، دي سلسلة غيرت صناعة الألعاب بالكامل. من أول الأجزاء القديمة وكل جزء كان بيقدم حاجة جديدة، لكن الانفجار الحقيقي حصل مع جي تي ايه 3، وبعدها فايس سيتي وسان أندرياس وجي تي ايه اي في. كل لعبة كانت بتوسع العالم أكتر وتخليك تحس إنك عايش جوه مدينة حقيقية. لكن لما نزل جي تي ايه في، روك ستار رفعت سقف التوقعات بشكل جنوني. اللعبة باعت أرقام خرافية ولسه ناس بتلعبها بعد أكتر من 10 سنين. وده معناه إن ملايين اللاعبين عاشوا مع اللعبة سنين طويلة، وطبيعي جدا إن هما يبقوا مستنيين الجزء الجديد. السبب التاني الانتظار الطويل. جي تي اي في نزلت سنة 2013، يعني في ناس كتير في المدرسة وقتها ودلوقتي بقت متخرجة ويمكن كمان اتجوزت. كل السنين دي خلت الحماس يزيد، لأن كل سنة الناس كانت بتقول يمكن السنة دي، طب يمكن السنة دي. ولما اللعبة اتأخرت أكتر الفضول زاد أكتر. والسبب التالت سمعة روك ستار نفسها. روك ستار مش شركة بتنزل لعبة كل سنة، هما بياخدوا وقتهم جدا. لكن لما بينزلوا لعبة غالبا بتكون مليانة تفاصيل وجودة عالية، وده اللي الناس مستنياه. كل واحد متوقع إن اللعبة هتقدم عالم حي وشخصيات قوية وقصة تفضل الناس فاكرها لسنين. والسبب الرابع التفاصيل. روك ستار معروفة إن عندها هوس بالتفاصيل، يعني ممكن تلاقي شخصية بتتصرف بشكل مختلف حسب الطقس، أو عربية تتوسخ مع الوقت، أو ناس في الشارع ليها روتين كامل. التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتخلي العالم يحسسك إنه حقيقي، وعشان كده الناس متوقعة إن جي تي اي 6 هتوصل لمستوى أعلى بكتير. والسبب الخامس الجرافيك. كل اللي شاف اللقطات الرسمية انبهر. الإضاءة، المية، الشوارع، الزحمة، الانعكاسات، كل حاجة أقرب للواقع من أي لعبة جي تي ايه قبل كده. وده خلى ناس كتير تقول إن اللعبة هتكون نقلة جديدة في الجيل الحالي. والسبب السادس الخريطة. كل لاعب بيحب يستكشف، والتوقعات إن الخريطة هتكون ضخمة جدا. مدن، شواطئ، مستنقعات، أماكن ريفية، وده معناه ساعات طويلة من الاستكشاف. والسبب السابع الشخصيات. لأول مرة السلسلة هتقدم بطل وبطلة مع بعض بالشكل ده، وده فتح باب لتوقعات كتير ازاي العلاقة بينهم هتتطور، وهل القصة هتكون أقوى من جي تي اي في. الناس كلها مستنية تعرف. والسبب التامن الأونلاين. خلينا نكون صريحين، جي تي اي أونلاين كانت من أنجح الألعاب في التاريخ. ملايين اللاعبين قضوا فيها آلاف الساعات، فالكل متوقع إن نسخة الأونلاين الجديدة هتبقى أضخم بكتير. والسبب التاسع صناع المحتوى. كل يوتيوبر تقريبا مستني اللعبة، وده زود الضجة أكتر. كل يوم نظريات، تسريبات، تحليلات، توقعات. حتى الناس اللي مش بتلعب جي تي ايه بقت عارفة ان اللعبة جاية. السبب العاشر انها ممكن تغير صناعة الالعاب بالكامل. كل مرة روكستار بتنزل لعبة كبيرة باقي الشركات بتبص وتشوف عملوا ايه. وده معناه ان جي تي اي في اي مش مجرد لعبة جديدة، دي لعبة ممكن ترفع مستوى توقعات اللاعبين من كل الالعاب. لكن مع كل الحماس ده في سؤال مهم، هل اللعبة هتقدر تحقق كل التوقعات دي؟ لأن كل ما التوقعات بتعلى الضغط بيزيد. ولو اللعبة كانت أقل من اللي الناس رسمته في خيالها أكيد هيكون في ناس هتنتقدها. لكن في نفس الوقت لو روكستار نجحت ممكن نشوف واحدة من أعظم الألعاب في التاريخ. وفي النهاية سواء كنت من محبين جي تي ايه أو لأ، مينفعش تنكر إن جي تي ايه في اي بقت حدث عالمي، مش مجرد لعبة لكن إصدار مستنينه الملايين البشر. طب انت هتيجي هنا دلوقتي تسأل سؤال، طب ليه الناس متوقعة إن جي تي اي في اي هتكون أسطورية؟ لأن ببساطة في تقارير كتير بتقول إن ميزانية تطوير وتسويق جراند سيفت أوتو في اي ممكن توصل إلى مليارات الدولارات. وبعض التقديرات المنتشرة بتذكر رقم يقارب 2 مليار دولار. لكن مهم تعرف إن روك ستار جيمز أو الشركة الأم اللي هي تيك تو ما أعلنوش رسميا الرقم الحقيقي. لذلك الرقم ده يفضل تقدير متداول ومش رقم مؤكد. ولو التقديرات دي صحيحة فده هيخلي جي تي اي في اي من أغلى الألعاب في تاريخ الصناعة، إذا ما كانش أغلاهم. لكن السؤال هنا، هو الفلوس دي راحت فين؟ أول حاجة التطوير استمر سنين طويلة واشتغل على اللعبة آلاف من المطورين والمصممين والمبرمجين. تاني حاجة العالم المفتوح. المدينة مش مجرد مباني وشوارع، لكن عالم مليان تفاصيل وزحمة وشخصيات وعربيات وحيوانات وأحداث بتحصل حواليك طول الوقت. تالت حاجة التقنيات الجديدة. روك ستار بتحاول تخلي الرسومات والإضاءة والفيزياء والذكاء الاصطناعي أقرب ما يكون للواقع. كمان جزء كبير من الميزانية غالبا راح على التسويق، لأن اللعبة تعتبر واحدة من أكبر الإصدارات في تاريخ الألعاب، وحملتها الإعلانية متوقع تكون ضخمة جدا.
وده كله يفسر ليه ملايين اللاعبين شايفين ان جي تي اي في اي مش مجرد لعبة جديدة، لكنها مشروع عملاق ممكن يغير صناعة الالعاب من جديد. ولو انت هتيجي تقول لي ازاي لعبة واحدة خلت العالم كله يقف يستناها، تعال نبتدي من بداية سلسلة جي تي اي وازاي بقت اشهر لعبة عالم مفتوح. نجاح جراند سيفت اوتو في بالارقام، وازاي فضلت عايشة اكتر من 10 سنين. ليه روك ستار جيمز اخدت كل الوقت ده؟ وهل كان بسبب الجودة ولا بسبب ارباح الاونلاين؟ كل التسريبات والإشاعات اللي حصلت على مدار السنين، وإزاي الجمهور كان بيحلل أي صورة أو خبر أو إعلان رسمي، ورد فعل الناس وعدد المشاهدات القياسي اللي كان بيبقى عليه. تحليل التريلر لقطة بلقطة، والحاجات اللي الناس يمكن ما خدتش بالها منها، الجرافيكس، الذكاء الاصطناعي، والفيزياء، والمتوقع يبقى مختلف عن أي لعبة قبلها. الشخصيات الرئيسية، وليه وجود بطل وبطلة مع بعض هيغير أسلوب القصة، والمدينة والعالم المفتوح، وليه الناس متوقعة إنها تبقى أكبر وأغنى مدينة في تاريخ الألعاب. وهل اللعبة دي هتغير صناعة الألعاب كلها؟ وهل الشركات التانية هتضطر ترفع المستوى؟ كل المخاوف والضجة دي ممكن تدور اللعبة. بعد أكتر من 10 سنين انتظار، فضل السؤال الوحيد: هل جي تي اي في اي هتكون أعظم لعبة في التاريخ، ولا مجرد لعبة كويسة الناس كانت مستنية أكتر من اللازم؟ بس أنا مظنش، يعني أظن هتكون فعلا أحسن لعبة في الجيل الحالي. وبس كده، متنساش اللايك والاشتراك، ومتنساش تقولي انت مستني جي تي ايه ونفسك تلعبها ولا لأ. وبس كده، اشوفكوا في فيديو جديد.